الحلقة 183. الحلقة 183 واللي الكل كان منتظرها. تحليل سريع كده للحلقة 183. الحلقة 183 بدأت ببالة وعثمان بيقفوا قدام صوفيا. صوفيا بتذبح واحدة، ولما لقت نفسها تنغلب بعد ما ذبحتها كمان ووهمته منها بنتهم، بس هم كانوا للغباء بتاع صوفيا او ما خدتش بالها ان بالا كانت معلمة بنتها بحرق في رقبتها، مع ان عمرها ما بصت في مريم وقلبتها يمين وشمال ودخلت عليها 100 مرة وهي نايمة ولا بصتش في قفاها. ما علينا. كانت معلماها بحرق وعرفت ان دي مش بنتها، وهي كمان عشان تهرب وتداري على هروبها ما تخليهمش يقتلوها قالت لهم في الاخر وهي بتهرب لو عايزين بنتكم سيبني انا، مش هيقدر يديك بنت غيري. تمام. كمان عثمان رجع، ولحظة رجوع بالا القبيلة كانت لحظة من اللحظات المؤثرة جدا، وكان فيها البنات وفاطمة وهما بيجروا على امهم. كمان مسلسل حليمة وشغلنا مع حليمة اللي مش هيخلص ولا هيخلص في سنينه. رجعت القبيلة ورجع طبعا ما الدواء مش معاها، علاء الدين مسك ازازة الدواء بدأ يدور وراها. ولوفيرا قالت له العلامة دي بتاعت الطبيب مارتن. مارتن ده في قرية بيزنطية جنبهم. حتى وهم رايحين رايحة حليمة برضو طالعة زي الخازوق، راحة برضو عشان تعرف منه الدواء ده مضر ولا مفيد ولا ايه في اللحظة اللي بالا راحة فيها. المهم ان عدى المشهد على خير وهي هربت، لكن بالا قدرت تعرف ان الراجل بدأ بعت رسالة لصوفيا وخدت منه رسالة. ده احنا بنقول حاجات مختصرة. وهتروح المكان اللي هو فيه صوفيا اللي هتقابل فيه الطبيب مارتن، وعثمان هيتحالف مع قادة القبائل اللي هم فيهم ناس هتخدعه وهتمشي معاه للآخر. وأول ما يشوفوا الجيش البيزنطي الجيش المغولي هي على طول هيهربوا وهيقولوا احنا مش معاك، وهم مش عارفين دماء عثمان بأغبية. ما فيش غير القائد التركي الكبير، الراجل ده كويس اللي هو تقريبا جيشه قد جيش الناس دي كلها، هو اللي قال له انا افضل معاك وانا معاك على طول. وخدعوا هما الاثنين والجاي ده خدعوه وعملوا خطة كده محكمة مع بعض. المهم ان هما الجيش اللي جاي او المعونة اللي جاية له قتلت كلها ولبسوا الناس التانية الحاجات بتاعت اللبس المغول وراحوا عليه. خلصت اللقطة. النهاية بتاعت اللقطة نهاية جميلة. وقفوا اولجان. وقفوه علشان بقى احنا ما نعرفش لسه حتى ولا جات لي ايه، بس شفنا في الاعلان ان اولجان مربوط، يعني المغول ده رابطينه مع القائد اللي جه جديد. ما هو احنا مش ناقصين هنقضيها كلها مغول في مغول، مع ان الحروب كانت مع البيزنطيين. عثمان حروبه كلها معظمها مع البيزنطيين في الوقت ده مش قبل كده. احنا بنقول حروب مع البيزنطيين بس المخرج عامة بيدخل المغول في كل حاجة. المغول في الوقت دوت كان الجيش الذهبي مع الجيش المغول العادي. الجيش الذهبي ده المغول المسلمين مع الجيش الذهبي العادي مع الجيش العادي بيتخانقوا مع بعض. الحدود كانت بعيدة عنهم جدا، ما كانوش بيبعتوا فرق لحد ولا بيشتتوا جيشهم علشان الحدود، لان كل ده كان كل ده عايز يمسك الحكم وده عايز يمسك الحكم. جيشهم في الوقت ده بتاع الجيش الذهبي 250,000، والجيش بتاع تايمورلاند كان 200,000. يعني كان عدد كبير وعدد مهول. لو عايزين يبيدوا عثمان حواليه هيبعتوا لهم على الاقل 10,000 5,000 او 20,000، بس هم ما كانوش عايزين يشتتوا افكارهم ولا قوته. المخرج اللي عامل لنا يعني مشكلة ان عثمان في الوقت ده هو وولاده كانوا مهتمين بالبيزنطيين اكتر. فاحنا ده تحليل سريع للحلقة. بإذن الله هنحلل لكم المقطع يوم السبت، هحلل لكم الإعلان يوم السبت. ما تنسوش يا جماعة اشتراك في القناة عشان تحمسونا شوية، عشان نجيب لكم كل ما هو جديد هنجيبه ونحطه هنا. اللي عايز الحلقة كاملة واللي عايز حلقة صلاح الدين كاملة، الحلقة 47 وحلقة 183 من عثمان بيلاقيهم على كواي دراما المهاجر. بالظبط انا اسمي دراما المهاجر هناك على كواي. اكتب دراما المهاجر بس من غير اي حاجة هتطلع لك، هتلاقي الحلقة كاملة هناك، وهتلاقي المقطع 10 دقايق، وهتلاقي الحلقة بتاعت صلاح الدين كاملة.